أهلا بيكم في إدارة FM على أعلى موجة، البودكاست اللي بنتكلم فيه عن الإدارة والشغل والنجاح بطريقة بسيطة خفيفة ومن قلب الواقع. وفي كل حلقة هناخد كتاب جامد نقرأ فيه ونقول لكم أحلى ما فيه، سواء كنت لسه بادئ في الشغل أو ماسك فريق أو حتى بتدور على طريقة تدير بيها يومك. إحنا هنا علشان نساعدك تتعلم وتطور من نفسك خطوة بخطوة. فيلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. أهلا بيكم معانا. كلنا طول الوقت بنحاول نفهم اللي قدامنا، يعني يا ترى بيفكر في إيه، حاسس بإيه. بس السؤال بقى، هل إحنا بنبص صح؟ النهاردة بنغوص كده في حتة مهمة قوي، مقتطفات من كتاب ما يقوله كل جسد لجو نافارو، خبير الاف بي اي السابق. الكتاب ده بيقول كلام مختلف شوية، بيقول إن أصدق الإشارات ممكن تيجي من حتة تانية خالص غير الوش. بالظبط. المصادر دي فعلا بتفتح عينينا على تواصل اللي مش بالكلام ده، وإزاي ممكن يكشف حاجات أكتر بكتير. مهمتنا النهاردة نحاول نلقط أهم الأفكار دي سوا. الفكرة الأساسية عند نافارو زي ما كنت بتقول إن كتير قوي من حركات جسمنا وبالذات بقى الإيدين والرجلين دي ردود أفعال تلقائية وصادقة بتطلع من جزء في المخ اسمه الجهاز الحوفي، الليمبيك سيستم. الجهاز الحوفي، ممكن توضحي أكتر ده إيه دوره؟ يعني ليه هو اللي بيبقى صادق؟ بص، ده الجزء البدائي شوية في مخنا، المسؤول عن ردود الفعل بتاعت البقاء، اللي هي التجمد أو الهروب أو المواجهة، الفايت فلايت فريز دي. فالردود دي يعني شبه فورية كده وصعبة قوي نتحكم فيها بوعينا، مش زي تعبير وشنا اللي بصراحة أغلبنا اتعلم إزاي يمثل بيها أو يخبي مشاعره. فهمت. عشان كده نافارو بيقول إن الرجلين والإيدين وخصوصاً الرجلين هي أكتر جزء في الجسم تقدر تقول عليه صادق، ما بيعرفش يكذب قوي. دي معلومة قوية جدا. يعني بدل ما الواحد يركز بس على الابتسامة دي مصطنعة ولا حقيقية، أو بصة العين، ننزل نبص على حركة الرجلين. بالظبط كده. هو بيدي أمثلة ظريفة قوي زي الأقدام السعيدة، يعني تلاقي رجلين حد بتتحرك بحيوية كده، بتتنطط خفيف لما يسمع خبر حلو أو يبقى متحمس لموضوع. أو العكس بقى، لو الأقدام ثابتة تماماً متخشبة ومتوجهة ناحية أقرب باب، دي ممكن تبقى إشارة واضحة جداً إنه عايز يمشي، عايز يخلع يعني، حتى لو هو مبتسم وبيجامل فوق. تمام. بس طب ما هو ممكن حد رجليه بتتهز كده لأنه متوتر من حاجة تانية، مش شرط يكون عايز يمشي أو مش مهتم بكلامي. يعني التفسير ده مش ممكن يبقى غلط؟ سؤال ممتاز، ودي بقى النقطة الجوهرية اللي نافارو بيركز عليها جداً جداً، أهمية إننا نلاحظ السلوك الأساسي للشخص ده، البيسلاين behavior. يعني إيه سلوكه الأساسي؟ يعني هو طبيعته إيه وهو مرتاح، بيقعد إزاي، بيحرك إيديه ورجليه إزاي وهو عادي. يعني أعرف الطبيعي بتاعه الأول. بالظبط. اللي يهمنا مش الإشارة لوحدها قد ما يهمنا التغيير عن الطبيعي بتاعه ده. التغيير ده في سياق الموقف هو اللي غالباً بيكون ليه معنى. ومهم كمان يعني ما نبصش على إشارة واحدة ونقول خلاص كده فهمنا، لا، لازم ندور على مجموعة إشارات ماشية مع بعض، كذا حاجة تقول نفس الكلام. تمام، يبقى الفيصل في التغيير عن المعتاد ومجموعة الإشارات، مش إشارة يتيمة. مفهوم. طب إيه تاني غير الرجلين ممكن ناخد بالنا منه؟ لا، في كتير طبعا. الجسم نفسه، الجذع والكتفين ممكن تلاقيهم بيميلوا بعيد عن حد مش مريح أو موقف مش عاجبه. تربيع الإيدين اللي هو عقد الذراعين دي ساعات مش بتبقى انغلاق قد ما هي محاولة لتهدئة النفس أو عدم راحة. مش شرط يكون قافل من الكلام يعني. مش شرط خالص. وقفة الإيد في الوسط دي، الأكيمبو اللي كلنا عارفينها، دي غالباً بتدل على ثقة أو استعداد لفرض السيطرة، وممكن تحدي كمان. حتى حاجات بسيطة زي لمس الرقبة أو فرك الجبهة أو الإيدين في بعض، دي ممكن تبقى إشارات تهدئة ذاتية الواحد بيعملها لما يكون قلقان أو متوتر شوية. الله، كل دي تفاصيل صغيرة بس فعلا ممكن تفرق لو الواحد عارف يربطها ببعضه بالسياق وبالشخص نفسه. مظبوط. الخلاصة إن فهم الإشارات اللي مش بالكلام دي، وبالذات اللي بتطلع تلقائي كده من الجهاز الحوفي وبتظهر في الإيدين والرجلين والجسم، ده بيدينا طبقة فهم أعمص بكتير. بنقدر نفهم مشاعر ونوايا الناس اللي حوالينا بشكل حقيقي أكتر. بس الفن كله زي ما اتفقنا في الملاحظة الدقيقة وفهم الموقف ومقارنة اللي بنشوفه بالسلوك الطبيعي للشخص. جميل جدا. طيب لو حبينا نسيب المستمعين بفكرة أخيرة كده يتأملوا فيها بعد كلامنا ده. ممكن نفكر في السؤال ده، ماذا لو طبقنا نفس المبادئ دي وبدأنا نلاحظ إشارات جسمنا إحنا،
نراقب نفسنا بنفس الدقة اللي بنحاول نفهم بيها غيرنا. هل ده ممكن يغير طريقة تعاملنا مع المواقف؟ هل ممكن يخلينا نفهم نفسنا أحسن؟ نفهم مشاعرنا الحقيقية اللي ممكن نكون مش واخدين بالنا منها أصلا، بدل ما نستخدم المهارة دي بس عشان نقرأ اللي قدامنا؟ تفتكر إيه؟ وفي النهاية شكراً ليكم على متابعتكم، ولو في أي استفسار سيبوه في الكومنت، وفي انتظار أسئلتكم دايماً.